السلام عليكم ورحمة الله أخواتي وحبايبي، تعالى نتكلم شوية في الكورة. تعالى نتكلم على ماتش الزمالك وبيراميدز. أنا شايف تهليل وشايف صياح وشايف إن الزمالك خد كأس العالم ما كسبش بيراميدز. أنا عاوز أعرف بس حاجة، إيه الصياح ده كله؟ هو مش الطبيعي إن الزمالك بيكسب بيراميدز؟ مش جديدة يعني. من يوم ما بيراميدز طلع على الدوري والزمالك بياخد بيراميدز على طول. وحوار المشاكل اللي عند الزمالك والمستحقات، والزمالك عامل انجاز والزمالك عامل عظمه، يا جماعه والله خالص انا مش شايف كده. انا شايف ان الزمالك الطبيعي يعني ان هو فريق كبير يعني بينافس على الدوري دايما. فلما يبقى مقرب للدوري وبيكسب وماشي بخطى ثابته، دي حاجه عاديه يعني، مش حاجه مستاهله السياح ده كله. مش حاجه مستاهله كل الاعلام بيتكلم عنه، كل الاعلام بيتكلم ان هو بيعمل انجاز وبيعمل اعجاز. خالص، الزمالك سكواده حلو جدا. الزمالك عنده احسن مدافعين دلوقتي في مصر. الزمالك عنده لعيبه كويسه زي بزيرة وزي محمد السيد وزي عبد الله السعيد وزي عنده لعيبه كتير كويسه، وعنده سكواد كويس. هي بس الفكره كلها ان الاعلام مضخم الموضوع قوي. ولو جينا نتكلم في ماتش امبارح ما كانش فيه كوره، ولا الزمالك لعب كوره ولا بيراميدز لعب كوره، الاثنين كانوا خايفين من بعض. لو جيت تتفرج على الماتش كله هتلاقي فيه فرصه للزمالك وفرصه واحده للبيراميدز، بعيدا عن ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش للزمالك. وده الطبيعي دايما ان التحكيم بيجامل الزمالك، مش جديده يعني. انا قاعد بتفرج على الماتش امبارح وعارف ان في لقطه هتحصل للزمالك، هياخد ضربه جزاء مش هتتحسب عليه ضربه جزاء، طرد مش هتحسب، يعني الحاجات اللي هي شبه كده دي. فمن الطبيعي يعني ان الزمالك يكسب بيراميدز، ده شيء بالنسبه لي طبيعي وعادي. الزمالك في اوحش ظروفه بيكسب بيراميدز. يعني مش شايف إيه الضجه اللي معموله قوي دي، والصياح اللي معمول من بتوع السوشيال ميديا واليوتيوبر بتوع الزمالك ومن الاعلاميين بتوع الزمالك والقنوات، وعنده مشاكل وانجاز واعجاز ووصل نهائي الكونفدراليه. هو مين اللي كان في الكونفدراليه عشان الزمالك وصل نهائي الكونفدراليه؟ مين الفريق القوي اللي في الكونفدراليه قوي يعني عشان يعني الزمالك يقول لك الزمالك عمل انجاز فيه مثلا؟ ده حتى اللي هيلعبوا على النهائي ال 12 على الدوري بتاعه، ال 12 في الدوري، مش حتى مثلا الثالث ولا الرابع، ده ال 12 في الدوري الجزائري. يا جماعه ما تتكلموا بالعقل شويه. الزمالك ما بيلعبش فرق يعني جامده زي مثلا دوري ابطال افريقيا، فرق هي الاول في الدوري بتاعها والتاني في الدوري بتاعها. الزمالك ماشي في الكونفدراليه لان الكونفدراليه كلها تعبانه، كلها فرق تعبانه، كلها فرق ما بتنافسش على الدوري بتاعها، بطل كاس، اسامي غريبه بتاعت فرق ما اعرفها ما بحفظهاش. وحتى النهائي بتاعه بيلعب قدام فرقه ال 12 في الدوري. انت متخيل ان ايه ال 12 في الدوري؟ يعني زي ما بيلعب مثلا هنا كده غزل المحله، مع احترامي غزل المحله، ولا مع فاركو، ولا مع كهرباء اسماعيليه. فيعني نتكلم بالعقل شويه ونتكلم بالمنطق شويه. بلاش الضجه اللي معموله دي لانها اوفر شويه. يعني هو مش شايفه حقق انجاز كبير يعني، حتى لو خد يعني حتى لو الزمالك خد الدوري هو عادي يعني، ايه المشكله؟ ما الطبيعي اللي هو كل سنتين ثلاثه اتحاد الكوره بيبص للزمالك دوري، بتعريض الحكام بقى، بدوري موجه، بفرق بتجامله، بتحكيم بيجامله. ما ده الطبيعي. والازمات طول عمر الزمالك من يوم ما شجعت كوره والزمالك عنده ازمات. من يوم ما شجعت كوره والزمالك عنده مشاكل ماديه ومشاكل في كل حاجه عنده. من امتى الزمالك ما كانش عنده مشاكل؟ فليه النبره اللي انا شايفها والصياح اللي هو موجود والاحساس ان الزمالك بيعمل انجاز واعجاز لاول مره يحصل في الكره، كره القدم؟ عنده مشاكل، محدش قال له يعمل لنفسه مشاكل. هو اللي عامل لنفسه مشاكل. هو اللي ما بيدفعش المديونات اللي عليه، هو اللي ما بيدفعش مستحقات لعيبه ومستحقات مدربين وحاجات كتير قوي عليه. هو ليه انتوا يعني ليه ما حدش بيتكلم ان الزمالك ما بيدفعش مستحقات اللعيبه ودي حقهم يعني؟ في عقود بين طرفين، المفروض يعني كل طرف ياخد حقه. انت عملت معايا عقد، جيت لعبت عندك في النادي، والله مش عاجبك وعايز تمشيني اديني حقي. مش هتديني حقي هرفع عليك قضيه. طب ليه ما بتتكلموش ان هو واكل حق الناس دي؟ المديونات اللي عليه لاتحاد الكوره والضرايب اللي عليه، مستحقات اللاعبين ومستحقات المدربين والمستحقات اللي عليه لكل الناس. هو ليه في حاسس ان في يعني اللي هو ايه، ما حدش يتكلم على الزمالك دلوقتي، سيبه سيبه. ليه سيبه؟ هو مش فريق زي اي فريق؟ ليه الزمالك بالذات في مصر بيتعامل معامله خاصه؟ ودايما يقول لك الاهلي نادي الدوله. لو الاهلي نادي الدوله ما كانش الزمالك بيتعامل المعامله دي. انا شايف ان الاهلي مش نادي الدوله، انا شايف ان الاهلي هو اللي بيتحارب.
او ان الاهلي بيدفع كل مستحقات لاعبيه حتى لما بيغلط اداريا. وانا معاك ان الاهلي عنده مشاكل اداريه دلوقتي للركب، بس عمري ما سمعت ان في مدرب رفع قضيه على النادي الاهلي عشان خاطر مستحقاته، ولا الاهلي واكل حق لعيبه كانت عنده. حتى لما بيغلط ويجيب لعيبه ويمشيها زي الاجانب زي رضا سليم وغيره وغيره وغيره، بيدفع من مستحقاتهم، وهم بره بيدفع فلوسهم وبيلعبوا في انديه تانيه، بس عشان بيحترم عقوده، بيحترم كلمته، بيحترم ان هو نادي كبير. اما فكره ان انت بقى تبقى نادي مبلطج، ونادي واكلها كده، فاهمني؟ اللي هو يعني وانا بدفع حاجه واللي مش عاجبه دماغه نضربه في الحيط، يعني يضرب دماغه في الحيط، وانا كده وهفضل كده وعادي والدنيا ماشيه، وفي الاخر بنصيح له ونقول له مبروك وانت عملت انجاز. مش شايف ان ده انجاز. انا اللي شايفه كله في الموضوع ان هو عنده جمهور يستحق الاشاده، بس غير كده هو فريق عادي بيلعب كوره، بيكسب بيخسر بيتعادل، بياخد بطوله كل كام سنه. نهائي الكونفدراليه او ان هو ياخد الكونفدراليه حتى بالنسبه لي ملوش معنى، ما هيش بطوله بالنسبه لي، ما بشوفهاش بطوله. يعني يوم ما الاهلي يخش الكونفدراليه مش هتبقى فارقه معايا ان هو ياخدها او يطلع منها خالص نهائي. يعني بالنسبه لي يعني ما بشوفهاش بطوله. ليه؟ لان كل الفرق اللي فيها كسر، عشان نبقى بس صراحه مع بعض، كل الفرق اللي بتشارك فيها كسر. ده حتى الفيفا مش معترف بيها ولا بيعمل عليها، يعني ما بيدكش فيها تصنيف عالي. ف نبقى منطقيين شويه في الحكم، وبلاش الافوره اللي ظاهره في الاعلام دي، وبلاش الناس اللي محسسانك ان الزمالك عمل انجاز ما اتعملش قبل كده، والزمالك بيعافر في الصخر وبيبصوا موت نفق خالص. يا جماعه يعني كل واحد يعني بيجني اللي هو عمله، والزمالك عنده مشاكل طول عمره، وطول عمره بياخد مستحقات لعيبه، وطول عمره عنده مشاكل ماديه، وطول عمره عنده ازمات. وكل برضك فتره هتلاقي ان الزمالك كل 3 4 سنين الزمالك بياخد دوري، كل سنتين ثلاثه الزمالك بياخد دوري، 4 5 سنين الزمالك ياخد دوري. من يعني بص لها كده هتلاقي هي ماشيه طول عمرها كده. يعني نادرا ما تلاقي الزمالك خد سنتين ورا بعض دوري ولا ثلاثه. بس فانا طالع اقول لكم يعني بالراحه شويه، اللي بتوع الزمالك الاعلاميين واليوتيوبر بتوع الزمالك والناس اللي عماله تتكلم عن الزمالك ويجيبوهم في البرامج ويجيبوهم في كل حته. مش شايف يعني مش شايف في سبب لكل الضجه دي، يعني مش شايف سبب لكل الهيصه دي. بالراحه شويه. ما هوش خد كاس العالم يعني، ما خدش دوري ابطال افريقيا حتى يعني. عارف لو وصل نهائي دوري ابطال افريقيا ولا خد دوري ابطال افريقيا اقول لك اوكي ماشي، يعني يستحق ان الواحد يشيد بيه. اما الدوري المصري اللي نص تحكيمه احنا عارفينه، وظروفه احنا كلنا داريانين بيه، فيعني في العادي يعني. وفي الاخر يعني اتمنى ان فريقي اللي هو الاهلي يشد حيله شويه وينافس على الدوري برجوله، يكسب 4 ماتشات، ومش مهم ياخد الدوري ولا ما ياخدوش، بس يكسب الماتشات اللي جايه كلها. احس ان اللعيبه بتعمل اللي عليها، ونهدى شويه بالله عليكم، عشان هي مش يعني مش مستحمله تعريض اكتر من كده. الاعلام كله للزمالك، واليوتيوبر كلها زمالك، والدنيا كلها بقت مش عارف ايه. حسسوني ان الزمالك، بصوا يعني، خد كاس العالم. عموما اخواتي وحبايبي، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي من ماتش الاهلي وبيراميدز، وان شاء الله الاهلي يكون فاز على بيراميدز، ونقرب ان شاء الله للدوري. ما عنديش اي ادنى شك ان الاهلي ممكن ياخد الدوري. ان شاء الله ممكن، وكل شيء جاي يعني، كل شيء مع الاهلي ممكن. انا مع الاهلي ما عنديش مستحيل، وان شاء الله قادرين. 4 ماتشات 12 بونت، ممكن جدا 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 ناخد الدوري. الدوري لسه في الملعب. السلام عليكم.